في أجمل ترحيب دكتورة داليا، ونحن الآن في داركم العامر، وكل عام وأنتم بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورتونا كتير وشرفتوا بيتنا المتواضع، وكل عام وأنتم بخير، وربنا يعيد عليكم إن شاء الله بالخير واليمن والبركات وكل ما تتمنوا إن شاء الله. دكتورة، إذا ما تحدثنا عن هذا الحدث الكبير وشغلت الناس من خلال المواضع الإلكترونية والصور تبادلت كثير من التويتر، الفيسبوك، الانترنت، ويعني وحتى الجالية السودانية اشرقت حية بهذا الموقف الجميل. إذا ما تحدثنا عن هذا الحدث الكبير، حدثينا عنه. طبعا أول حاجة احنا عايزين نقول حاجة مهمة، إنه الحاجة اللي حصلت دي ممكن تحصل لأي حد، والتصرف بتاع السوداني هو حيكون نفس التصرف ويمكن بزيادة أكتر شوية. التصرف بتاع الطبيب السوداني إذا كان داخل السودان أو خارج السودان هو دايما تصرف شهم ومسارع لأنه يعمل الحاجة الصح في الوقت الصح، فدي ما حاجة غريبة علينا يعني. الحصل إنه أنا كنت شغالة وردية مسائية، كان خلاص الوردية بتاعتي قربت تنتهي. أنا طالعة من الطوارئ لأنها قريبة على الشارع، حوالي الساعة 1:30 بالليل أو 2 إلا بالليل تقريبا. فأنا طالعة من الطوارئ، والطوارئ قريبة للشارع، ونحن المركز بتاعنا على شارع رئيسي على هايوي سريع شوية. أنا طلعت لأنه سمعت صوت، يعني صوت ارتطام كبير شوية. طلعت على الشارع وأنا طالعة دار أشوف الحاصل شنو، لقيت زول جاي بيقول لي في زول عمل حادث برا. فأنا طلعت على الشارع برا، لقيت الناس بدوا يطلعوا المصاب من العربية، ويعني رقدوه في الشارع في نص الشارع. ده كان نص بتاع الشارع طريق سريع ونازل، أيوة ده هايوي. فالسيستر جات وراي أول ما شافتني أنا طلعت، فبتقول لي أنا أجيب عربية عشان ندخله جوا. قلت لها لا، ده يعني ما حينفع يتحرك من مكانه، نحن خلينا هنا ونجيب كل الأشياء هنا يعني. فنقلنا الحاجات كلها، السبلمنت حقتنا، الأجهزة، الأكسجين، أي حاجة، وعملنا يعني عملنا زي ما يقولوا كل اللازم بالنسبة له في نص الشارع يعني. والناس لما لقيت إنه زي ما يقولوا نحن بنعمل في حاجة، كلهم يتفاعلوا معنا بطريقة كويسة شديد يعني. في مجموعة من الأولاد وقفوا في نص الشارع، حولوا لنا مسار العربيات لأن العربيات كانت قريبة لنا شديد. فالحمد لله رب العالمين. كانت مخاطرة انك انت في الهاي واي وممكن تحصل حوادث. طبعا اكيد، طبعا اكيد هي مخاطرة في كل النواحي. اول حاجة مخاطرة انك انت بتعمل انقاذ لعيان برا مكان العمل حقك، دي مشكلة كبيرة جدا اذا ما انت اتبعت الاجراء الصحيح. لكن انا لما طلعت في اللحظة ديك يعني بس التفكير انه الزول اللي حصل له الحادث ده بس، تاني بعد كده زي ما يقولوا زي ما تجي ربك بيسترها. الحاجة الثانية ده شارع عام كويس، الدنيا ليل، الوقت متأخر جدا كويس. ده شارع بتاع عربات بتيجي ماشية بسرعة شديدة جدا جدا كويس. لكن الناس كانت يعني كان كويس يعني، الناس متعاونة معانا يعني، انه نحن طالعين في نص الليل وكده. يعني اقول لك حاجة يا استاذ، انه يعني ممكن ناس مثلا كانوا يعني مثلا من جنسيات تانية او كده، بيقول لك انت بتطلعي ليه، دي مشكلة بالنسبة لك لو حصلت له حاجة كده. انا قلت له طيب انا لما امشي البيت وبس يعني المنظر بتاع الزول ده حيكون في راسي طول الليل، انه انا ما عملت له حاجة، انه انا كان ممكن اساعده وما ساعدته، يعني دي مشكلة حقيقية يعني. والحاجة دي الحاجة اللي احنا اتربينا عليها من بيت اهلنا، والطريقة اللي بنشتغل بها كنا في السودان، والطريقة اللي بنشتغل بها هنا. لو سألت أي طبيب سوداني في مكاني كان بيعمل نفس الحاجة كويس، لو ما عمل زيادة أكتر منها شوية. فدي ما حاجة غريبة يعني. أنا حتى انتشار الموضوع ده في السوشيال ميديا وفي الجرايد وكده، يعني أنا من جانبي كنت بقول أنا ما يعني ما في شيء غريب يعني، حتى إنه أي زول من زملائي كان حيعمل كده وزيادة حبتين يعني. عفوا دكتور، هي مسؤولية قد يعني تسألي إذا كان لا سمح الله حصل أي ديفكت للمريض، يعني دي إشكالية بالنسبة لك أنت، يعني كيف تتم معالجتها؟ أيوة. نحن الحاجة زي ما بيقولوا بنعمل الإجراء الصح لحد يعني قدر ما نحن مفترض نعمله. إنه الحادث حصل قدام المركز
طيب انت اول حاجه بتعملها بتضرب تليفون للهلال الاحمر انه حصل حادث في الوقت الفلاني، بتسجل الوقت، لانه يعني النظام بتاع الشغل هنا معتمد على الدوكيومنتيشن او التسجيل، اي حاجه بتسجلها في زمنها. نحن جينا ما كان الحادث الساعه كده، لما جينا كانت العلامات الحيويه كده وعملنا كده. ده اذا كان دكتور طبيعي ده ايوه، لحتى لما حصلت الحاجه برا المركز تضرب تليفون للهلال الاحمر اول حاجه وللدوريات بتاعت الشرطه، لانه ده يعني حادث بتاع مروري وكده. بعد كده لما بتجي يعني ناس الهلال الاحمر ذاتهم لما جو ونحن سلمناه المريض وكده عملنا كده وكان كده وكان كده، يعني انبسطوا شديد، يعني كتر خيرك يا دكتوره وشكرا جزيلا وكده. في دكتور على فكره بتاع الهلال الاحمر سلمته برضه كان سوداني، والمستشفى الحولها له برضه استوته كانت سودانيه، يعني احنا مسيطرين شديد احنا هنا يعني. طيب يا دكتورة، يعني بعد هذا الحديث يعني أثر هذا الحدث الكبير هذا وقع على نفسك كان كيف؟ يعني كان شنو؟ يعني أنت شعرتي بزهو، شعرتي بفخار، شعرتي بشنو؟ أنت سودانية يعني، وكل المواضيع بدأت تتكلم عن الطبيبة السودانية. المسألة بتاعت انه يعني نشعر بالفخر لنفسنا او نشعر بالفخر لانه لروحك انت انك انت عملت حاجة زي دي ما في، لانه ده الطبيعي اللي انت المفروض تعمله كويس. لكن نحن يعني اذا زملائي بنكون فخورين بشنو؟ بانه الناس بتتكلم عن دكتور سوداني، حتى في المواقع مثلا السعودية، في موقع مثلا تاني انترناشونال ولا كده، بنركز انت تقرا التعليقات بتاعت الناس الما سودانيين، وترتاح نفسيا لما مثلا تلقى زول كاتب اصلا السودانيين كده، والله اصلا ما غريبه على السودانيين، والله السودانيين مثلا ما شاء الله تبارك الله ولا كده. دي الحاجه بتخليك انت فخور انه انت سوداني، والناس ما بتستغرب منك الحاجه ده شيء لا يقدر بثمن اصلا، انه الناس بتقيمك بوطنك، دي حاجه ما سهله يعني ابدا. دكتورة، هذه سمة أساسية، وأنت تربيتي على هذا النمط. إذا ما تحدثنا عن تنشئتك وتربيتك وإلى أن الحدود الشمالية أكيد تركت أثر قوي جدا في نفسك من خلال الوالد والوالدة والمنطقة نفسها، منطقة الشمالية اللي هي رفحة منطقة في أقصى الشمال المملكة العربية السعودية. فإذا ما تحدثنا عن هذه التربية وما تحدثنا عن سلوك البيت وإلى أن تعلمت هذا النمط الجميل، حدثينا عن ذلك. عايزة أقول لك حاجة، منطقة رفحة دي يعني بالمكان، أنا جيت السعودية صغيرة شديد كويس، وأبوي الله يديه الصحة والعافية دكتور عبد المنعم كباشي يعتبر يعني أقدم طبيب سوداني في منطقة رفحة. أنا من هنا بعيد عليه وبقول له كل سنة وأنت طيب وربنا يخليك لنا إن شاء الله. نحن اتربينا في المنطقة دي من فترة طويلة شديد، ويمكن أكتر حاجة أثرت فينا إنه علاقات الناس هناك السودانيين علاقات يعني لا يمكن زول يتخيل إنه الناس ديل بس جيران، ويمكن دي ممتدة لحد الآن. والوالد أقدم طبيب. نعم أيوة أو الوالد أقدم طبيب في المملكة، أقدم طبيب في رفحة في منطقة الحدود الشمالية، وقضوا وقت طويل شديد هناك. يعني الناس اللي زي ما بيقولوا زمان كده حضر التطعيم حقهم بس متزوجين بأولادهم، ونحن الناس ديل يعني كلهم اتربينا زي ما بيقولوا السودانيين اتربينا تحت كرعينهم، وعلاقات الناس هناك علاقات عجيبة جدا أقرب ما تكون للأخوان، ودي زي ما بيقولوا دي علاقات السودانيين في أي مكان يعني. أبوي راجل يعني الله يديه الصحة والعافية، لكن نحن تعلمنا منه إنه كيف الزول يكون صادق، كيف الزول يكون أمين، كيف الزول يكون مسؤول، كيف الزول يحترم عمله ويحترم الناس. وعلمنا الانتماء للسودان برغم إنه نحن تربينا في السعودية. يعني نحن كان بيشاكلونا لو قلنا كلمة سعودية في البيت كويس، لو زول يتكلم كده بلهجة غير اللهجة حقته لازم نقول راسه، ولازم أكل سوداني، لازم الجو السوداني في البيت. يعني حتى ارتباطنا بالسودان من نحن صغار لحد الوقت ده حاجة رهيبة جدا جدا. فيمكن دي الحاجة خلت الزول لحد الآن، يعني لو انت زي ما يقولوا جيت هنا ده في البيت يمكن لاحظت شكل البيت وشفت ان احنا خاتين حاجات بتاعت السودان وكده، وتجونا يوم كده عشان نعمل لكم عصيدة وملاحة وحاجات زي دي. طيب دكتورة، إذا ما تحدثنا في هذا الإطار السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الكبير، وأنت تتواجدي في هذا المحفل،
وإذا انتقلنا إلى الزواج الإلكتروني، علاء الدين تنبس حقيقة من الناس النشطين في الوسائط المختلفة، وخاصة سودانيز أونلاين، وأنت كاتبة وناشطة كذلك في هذا الموضع. تم التعارف فيما بينكم وإلى أن توج بهذا الزواج الجميل. نحن الآن في داركم العامرة. حدثينا عن هذا التواصل الذي تم في هذا الإطار الإلكتروني. طبعا مسألة الزواج دي طبعا زي ما بيقولوا في العادة إنه الناس بيتقابلوا في وظيفة، في شغل، عند الأهل، الجيران، بالضبط كده، قرايب. نحن اتقابلنا في الموقع الإلكتروني سودانيز أونلاين. أنا كنت بكتب هناك، وهو كان يعني من الأعضاء القديمين شديد، وبصراحة كده أنا كنت بتجنبه شوية لأنه دايما بجي ألقاه زول داليا كباشي. أيوة، وهو تنبيس. حتى أنا اسمه الحقيقي ما كنت متأكدة منه، يعني ما معرفة شديدة. كان راق لك الاسم؟ والله ما يمكن راقد له الشخصية. طيب فالمهم أنا بعد كده حصل الموقف إنه احتجنا إنه نوصل أدوية. السعودية هنا ما في أدوية بتاعت ملاريا كتير للرياض، فهو من الناس اللي استجابوا للموضوع ده. يعني كان كتبت إنه عايزين نوصل أدوية من السودان، كنت في السودان، فهو تواصل معي قال لي في زول جاي كده خليه يجيبها لي أنا بوصلها ما في مشكلة. بس دوب كده بقى في كونتاكت، يعني بقى في تلفوني وتلفونك وكده، ولحد بعد كده حصل الزواج. يعني كيف تم الزواج؟ تقليدي كان وسط الأهل ولا كيف ولا؟ أيوة، أنا طبعا ما لقيته لحد الوقت ذاك. أنا أول مرة قابلته كان باقي العقد يمكن أسبوع أو 10 أيام، دي كان أول مرة أشوفه. هو في الرياض وأنت في؟ أنا في السودان. أيوة، عشان كده بقول لك إنه إلكتروني 100%، يعني عرس إسفيري ما في كلام. فاتقابلنا، والزواج عملناه يعني يمكن حاجة اتكلمت عنها قبل كده، إنه عملنا الزواج في يعني زي ما يقولوا أبسط ما يكون. العقد في البيت، حفلة مناسبة، يعني زي ما يقولوا نحن ناس بيتنا وناس بيتهم وأصحابنا وأهلنا وكده، وما عملنا صاغة ولا صبحية ولا فطور عريس ولا الحاجات الكثيرة اللي بيعملوها الناس دي. هو ما كان عنده مانع انه يعمل لي احاجه انا دايرها، يعني انا زي ما يقولوا عشان ما يقولوا راجل عبا ولا كده. حقيقة دكتورة، يعني نحن نسعد حقيقة بهذا الوجود وفي داركم العامرة حقيقة، ونما إلى علمنا أنه السفارة السودانية كان لها دور أساسي في ما يتعلق بتكريمك ومقابلتك بسعادة السفير. هل المسألة دي تركت أثر في نفسك وأنت محسوبة للجالية السودانية من خلال عملك كطبيبة والدور اللي قمتي بيه يعني؟ أيوة فعلا. نحن كان جاتنا مكالمة من مكتب سعادة السفير هنا في الرياض، ومشينا تقابلناهم في السفارة وما قصروا زي ما يقولوا، احتفلوا بينا بشكل كويس، وقعدنا مع سعادة السفير، سعادة القنصل، بعض من الشخصيات التانية تشرفت بهم أنا لأول مرة، وما قصروا في الاحتفاء بينا. وده يعني زي ما بيقولوا ده كان تواصل كويس يعني ما بيننا وما بين السفارة هنا. ما كانت يعني ما كانت حاجة يعني لي أنا بتمثل لي حاجة أنا دالية، بقدر ما إنه حسيت إنه أنا مشيت مثلت نفسي، مش مثلت زملائي، الناس زي ما يقولوا الأطباء القاعدين كادحين هنا، الناس اللي تغربت، والناس اللي كان ممكن يكونوا في موقفي وممكن يعملوا زيي وأحسن من يعني كنت شعرت بالفخار وشعرت بأنك أكيد طبعا. أنا زي ما يقولوا يعني قبلها اليوم بالمساء يعني أنا كنت شوية كده يعني خايف إنه أنا ماشية والسفارة وكده، فأنا بقول لي علاء، بقول له طب أنا هسه حمشي أقول شنو، أقول لزوجتي شو، بقول لي أنت ماشية تقابلي السفير السوداني، يعني ده شرف ليكي يعني. فدي الحاجة كانت يعني دي بجد حل كنت حاسة بها يعني. مشاهدي الكرام، ما زلنا نحن في ملمس وملمح إنساني في منزل الأستاذ علاء الدين منصور تنبس، شهير بتنبس، وهو ناشط في الوسائط الإلكترونية. ونحن الآن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أنا وفريق برنامج مراسي الشوق في دارهم العامرة، ونرحب بك أجمل ترحيب في هذا البرنامج. أستاذ علاء الدين، حقيقة دكتورة داليا
إشراقة سودانية وما قامت به حقيقة يعني سمة أساسية في الخلق الإنساني السوداني تحديدا، يعني كونه أن هي تنقذ هذا المريض. وأكيد هذا يتمثل في كثير من الأشياء التي أنت كفخور بها. يعني كيف كان شعورك وأنت تسمع أو تشاهد الوثائق المختلفة تتحدث عن الدكتورة داليا وهي زوجتك؟ بالنسبة للدكتورة داليا طبعا الواحد أول حاجة فخور وفخور جدا بأنه هي شركة الحياة اللي بتقاسمك الحياة، يعني بتسمع عنها أخبار جميلة وبتشوف إنها على الميديا بشكل جيد. يعني معظم الأخبار الآن اللي بتصدر الميديا لفترة طويلة كان عن السودانية اللي قامت بعمل جميل جدا جدا، وده طبعا فخري لنا. بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي أنا بعتبر إنه المسألة دي مسألة جميلة جدا جدا ومسألة يعني مدعاة للفخر وليها ولزملائها. أنا والله في صراحة بصراحة يعني أنا يعني زي احتمال أكون زي الناس، أنا تفاجأت بالخبر يعني في الساعات الأولى من الصباح بعد ما جات من العمل، وهي اوريدي كانت أساسا قامت بالمسألة بتاعت إنقاذ الحادث، أي إنقاذ الشخص المصاب في الحادث. وما قالت لي يعني في العادة أنا كنت بتصل عليها يعني على نهاية الدوام على نهاية شغلها أو هي تتصل علي. فاليوم ذاك بالذات ما حصل أي اتصال، لكن حسيت بأنها دخلت شوية، وبعد ما دار اتصل قلت يا أخي خليها شوية كمان عشان أنا ما شغلها احتمال تكون عندها حاجات طارئة. فبعد ما جات أنا بدأت الاتصالات تنزل علي ولا الأخوان والمواقع السعودية بدأت تكتب، وحتى بعد ما وصلت قلت لها الحاصل شنو، فقامت حكت لي الحاصل والله الحاصل كذا كذا. يعني من الساعة 2 لحد الصباح أنا لما صحيت لقيت إنه في كم هائل جدا من الرسائل ومواقع التواصل وروابط كثيرة جدا جدا للخبر وعلى نطاق واسع جدا جدا. والواحد يعني من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي بتثبتك وبتخليك انت تقاوم الغربة بالحاجات اللطيفة زي دي اللي بتحصل لنا. أستاذ علاء الدين، حقيقة يعني السفارة السودانية كان لها دور كبير جدا في مسألة الاهتمام بدكتورة داليا كباشي، وهي يعني سودانية إشراقة سودانية. سعادة السفير عبد الباسط السنوسي سفير الجديد، أول مناسبة اجتماعية قد تكون استقباله لدكتورة داليا وحضرتكم. كيف شعورك استقبلك السفير في داخل السفارة السودانية، وأول حدث لسعادة السفير حدث اجتماعي؟ بعد المسألة دي بكم يوم تلقيت اتصال من المراسم السفارة، أخونا الأستاذ معتز مهندس معتز، فأخبرنا بأنه عزم السفير إنه قابل الدكتورة داليا وقابلني على أساس إنه يتم تكريم على مستوى. فحدد معنا الموعد وتحركنا وصلنا السفارة وقابلناه. يعني الواحد اتشرف جدا جدا بأنه قابل الأستاذ عبد الباسط السيد السفير. وبعد فترة عرفنا إنه يعني لأول مرة إنه يدشن أول عمل اجتماعي بمقابلتنا وتكريم الدكتورة داليا. وبجد يعني الواحد كان بيشعر بشعور ممزوج من الفخر وممزوج بالطيبة بتاعت الناس السودانيين، وما اساسا يعني ما ادانا احساس بتاع انه دي اكبر ممثل لك على مستوى دبلوماسي، او انت قاعد مع اركان حرب السفاره كلها مع السيد السفير ومع السيد نائب والقنصل وادارات اخرى، الاستاذه شذا في المكتب الاعلامي وبقيه السكرتاريه. فحسينا الواحد بجد يعني حس بانه يتغيم يعني وسط بلده زي كأنه أخذ له نشان أو أخذ له وسام أو أي شيء من درجة عالية جدا جدا. فإذا كان في حاجة بتتقال نحن بنشكر جدا جدا الأستاذ عبد الباسط، وبنشكر الصدفة أو اللحظة السعيدة اللي خلتنا نحن أول ناس ابتدي بينا عمل، وإن شاء الله ما نكون آخر ناس ابتدي بينا عمل ولا نكون آخر ناس يختم بينا عمل. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في إنه مسيرة عمله تكون ناجحة هنا بالرياض
وان شاء الله الناس يلتفوا معه ويساعدوا عشان نقدم اشياء جميله، وان شاء الله الوضع بتاع السودانيين هنا يكون اجمل، والاشياء الدبلوماسيه تصير على مستوى واسع وجيد وممتاز ان شاء الله. طيب بداية عاوزة أهني بابا دكتور عبد المنعم كباشي في منطقة رفحة، ربنا يديه الصحة والعافية إن شاء الله وربنا يخليه لنا. وعاوزة أهني ماما موجودة هي في السودان حاليا، إنصاف الجزولي، محمد الجزولي، هي من منطقة نوري. بحب أهنيها وأقول لها كل سنة وأنت طيبة وربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لنا إن شاء الله. أخواتي باشمهندسة سارة ودكتورة صفاء والدكتور على أعتاب التخرج عاصم وعمار وحمودي أخوي الصغير، إن شاء الله ربنا يخليهم لنا ويديهم الصحة والعافية. وعايزة أهني أسرتي الثانية، أسرة زوجي الحجة الدهيبة، الله يديها الصحة والعافية وإن شاء الله ربنا يخليها لنا. وأخواتي زهرة وعايدة وأخوان علاء الدين واحد بالذات عاطف ده سافر أمريكا قريب، إن شاء الله ربنا يوفقه في حياته الجديدة. عاوزة أهني صحباتي وزملائي وزميلاتي كلهم هنا، وعشان ما زعي زول ما نقول أسماء، لكن عايزة أهني بالذات ناس جروب الأطباء السودانيين في السعودية، لأن احنا يمكن أكبر دعم لبعض هنا في الغربة، وإن شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية. وأقول لهم شكرا لكم واحد، أي زول يمكن عندي معه موقف سمح، وإن شاء الله ربنا يوفق الناس كلها ويرد غربتهم ويصلح حالنا وحال بلادنا إن شاء الله. طيب أنا من هنا بهني كل الأهل بالسودان وكل الناس اللي حوالينا هنا، الأسر اللي معنا هنا، أخص أسرة محمد الصايم وصديقي، وأسرة أستاذ عادل أبو حسين والأستاذ عبد اللطيف بكري. والسودان بحيي الوالدة وأهنيها بمناسبة العيد، والوالدة دهيبة الجزولي، واتمنى لها الصحة والعافية إن شاء الله، ربنا يطول في عمرها. أخواتي زهرة وعايدة ومحاسن والأولاد، عامر أخوي الكبير عامر، وخصب التهنئة برضو الوالدة إنصاف الجزولي والأخوات صفا وسارة وعاصم وعمار وحمودي، هي برضو لعمر منصور بكندا، وعاطف زي ما قالت الدكتورة داليا يعني له حديث غربة لسه بأمريكا له شهور، وزوجته ناهد. اتمنى لهم ان شاء الله ربنا يقويهم ويشدوا حيلهم. وفتاح وعماد معنا برضه هنا في مكة المكرمة، هو وأسرته وأحلام والأولاد، اتمنى لهم ان شاء الله حياة سعيدة مع بعض وربنا يطول في عمره. وباقي الأخوان عاطف وفتاح كل الشباب، الأخوان خالد فضل مولا هنا برضو معاه هنا أخونا خالد، وكل الأهل بالداخل وخارج السودان. أستاذ علاء الدين ودكتورة داليا، اليوم طفنا في كثير من المواضيع في جانب الإلكتروني تحديدا المواقع الإسفيرية، ونحن اليوم في حضرة الأسفير بدءا من الزيجة التي تمت عبر الوسائط المختلفة، بالإضافة لي التي شغلت الدنيا ولم تقعديها من خلال هذا العمل الجميل كسمة سودانية فيك.